محدش شاف الاهلي يا جماعه؟ اصل انا مش شايفاه. النهارده يا جماعه الاهلي بيخسر بنتيجه 1-0 امام فريق انبي. زي ما سمعتوا كده هو خسر 1-0، يعني حد مش قادر انه يسجل هدف. طبعا دي اول مباراه في بطوله كاس عاصمه مصر. للي ما يعرفش يا جماعه، المفروض انه الزمالك كان بيلعب في نفس البطوله من كام يوم، وكان اتعادل مع فريق كهرباء اسماعيليه بنتيجه 3-3. طبعا ده كان عكس سير اللقاء خالص، ان الزمالك كان ماسك المباراه من الاول وكنا كسبانين 3-0 ودخل فينا 3 اجوان الشوط الثاني. طيب طبعا الاهلاويه ساعتها وكل القنوات شبه تحفيل يعني على نادي الزمالك، انتوا ازاي تتعادلوا مع كهرباء اسماعيليه؟ احنا بنهزر؟ اكيد احنا بنهزر. فرقه الزمالك يدخل فيها 3 اجوان؟ محدش بقى قال لكم ان فرقه الزمالك اللي انتوا بتتريقوا عليها خط الدفاع بتاعها كله كان من الناشئين؟ اول مباراه يلعبوها مع الفريق الكبير. محدش قال لكم صح؟ محدش. لكن النهارده ان الاهلي يلعب بالنجوم بتاعته كلها كبار، ما كانش فيهم حد صغير من بدايه المباراه، ويخسر 1-0، ده عادي صح؟ دلوقتي الاهلاويين خرسوا. طبعا النهارده يا جماعه الاهلي كان بيلعب مع انبي وخسر 1-0. الهدف جاء عن طريق ضربه جزاء سجلها محمد حمدي بطريقه حلوه قوي. طبعا هنا يا ريت حتى الجون جه في الاخر. اقول لك الاهلي ما لحقش يعوض. الجون جه في الشوط الاول في الدقيقه تقريبا 22 حاجه كده، ومع ذلك الاهلي ما قدرش انه يسجل هدف التعادل. الاهلي اللي عنده نجوم كتير، اللي بيلعب بخط دفاع ناس كبيره زي مصطفى العش، عمر كمال، بيكهام، الناس دي كلها، ففين الازمه؟ معرفش الصراحه. الاهلي من الدقيقه 20 مش عارف يجيب جون، مع ان حسين الشحات نزل وطاهر كان موجود وجراديشار، كل دول ما يقدروش يصنعوا الفارق. حتى اليو ديانج كان بيلعب. طبعا الاهلي جاب جون واتلغى عشان اوفسايد على اليو ديانج. بس طبعا ارجع واقول يا جماعه يا ريت قبل ما تتريقوا على الزمالك تشوفوا خيبتكم الاول، اوكي؟ عشان خيبتكم بقت تقيله قوي، تقيله. اصل انتوا فرقه ما عندهاش مشاكل اللي عند نادي الزمالك. ما عندكوش بقى ايقاف قيد، ما عندكوش ازمات ماليه، ما عندكوش لعيبه بتشتكيكوا، ما عندكوش ارض اتسحبت منكوا، ما عندكوش لعيبه اصلا دون المستوى. لا انتوا كل اللعيبه اللي عندكم ما شاء الله، يعني هو انا بحسد بصراحه كلها فرز اول. ففين الازمه بالظبط؟ اتمنى انه يا ريت اي حد يفكر انه يتريق على الزمالك الاول يشوف خيبته. تمام؟